ايه رأيكم؟ قسما بالله تحفة، تحفة التحفة كمان. انا مش قادرة اقول لكم على جمالها وعلى حلاوتها. بصوا حاجة تحفة 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 بجد. تعالوا بقى بصوا اوريكم، انزلوا كده. بصوا بسم الله. بصي ادي اللي بالموتزاريلا، شايفة تحفة ازاي؟ طبعا هي سخنة نار نار. تمام. وادي في سادة وفي بالبسطرمة. ادي اللي بالبسطرمة. شوفي هيديها لك بكام دي بره، وشوفي انت هتوفري كام. تمام. وفي ساده لاني انا عندي ولادي رخمين شويه، في اللي بيحبوها ساده، دي برده بالموتزاريلا. تمام. بصي بقى الساده، بصي جمالها، بصي حلاوتها، بصي طعمتها. قسما بالله تحفه التحفه، كانك بتاكلي كفته بالظبط. انا بس عايزاكي تقولي لي القمر دي انت هتشوفيها فين. يا اتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، واقول لكم مع الف سلامه. ده بقى الفول المدشوش، ده اسمه فول مدشوش. هو ده بتاع الطعمية يا جماعة، ده بتاع الطعمية. طبعا لازم يتغسل كويس قوي مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة، ويتنقع قبليها بيوم. يتنقع قبليها ايه؟ قبليها بيوم، دي اهم حاجة. إيه عشان تعملي طعمية ناجحة، عشان تطلع لك طعمية بقى فلافل الاسم اللي انتوا بتسموه. إيه تعمل لك ناجحة وتطلع لك انجح طعمية هتاكليها، لازم يتنقع قبلها بيوم. ولازم نوعية الفول. الفول دوت انا بقول العطار انا عايزاه الفول اللي ما بيمتصش زيت. طبعا كل حاجة مقلية هي غلط اصلا، بس هو طبعا ده اكلنا ودي عاداتنا وطبعا ما بنستغناش عنهم يعني. كده انا غسلاه 6 مرات. تمام. كده يتنقع من بالليل لحد الصبح. والصبح تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل ايه. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على احلى واجمل ناس في الدنيا. طبعا بقى انا ان شاء الله النهارده هعمل وصفه حلوه قوي 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 قوي. طبعا كلنا بناكلها في الايام العاديه وفي رمضان وفي كل وقت، بس طبعا هو ده الاكل الشعبي اللي احنا بناكله، سواء في ايام عاديه او في رمضان او الحاجات دي. النهارده انا هعمل الطعميه. هعمل الطعميه ازاي؟ بطريقه سهله جدا وطريقه حلوه قوي قوي قوي. تمام. اول حاجه طبعا احنا غاسلين الفول قبليها بيوم، قبليها بيوم، ولازم يتنقع النقعه كويسه جدا. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفاعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله. اول حاجه تعالوا بس اوريكم كده. ده كده الفول، انا عامله نص كيلو بس. تمام. ده كده مغسول كويس جدا جدا جدا، وكمان نقعان من امبارح. تمام. وبعد ما نقعته برضه غسلته النهارده بتاع 3 4 مرات. دي اهم حاجه، لازم الفول يتغسل كويس جدا جدا. تمام. وده نص كيلو هيتحط عليه يا بصلتين متوسطين يا بصلايه كبيره وكام فص ثوم، علشان الطعميه تبقى ناجحه معاكي. هتحط لها كرات، كرات، ما بيتحط لهاش شبت، ما بيتحط لهاش كزبره، الكلام ده كله ما بيتحط لهاش، بيتحط لها كرات. بيتحط لها معاه بقدونس. بس طبعا انا لازم اغسل الخضره، شايفين الميه بتاعتها عامله ازاي ورايقه ازاي. لازم اغسلها وانقعها يا في ملح يا في خل عشان انضفها خالص. تمام. ومن اي حاجه طبعا احنا متفقين ان اي ورقيات لازم تتغسل كويس جدا وتتنقع كويس قوي. تمام. بص بقى، مش لاقيه كرات ومش في الموسم بتاعه ومش موجود، هاتي البصل الاخضر. البصل الاخضر، خدي النص اللي فوق البصل الاخضر الراس بتاعتها لحد مثلا الجزء ده كده، لحد الجزء ده البصل الاخضر، وبرده تحطي معاه بقدونس. ما عندكيش لا ده ولا ده، طب انا اعمل ايه؟ انت هتعمليها ببقدونس بس، بقدونس وبصل وتوم بس، ساعتها هتزودي البصل شويه. تمام كده. يلا بقى نشوف هنعمل مع بعض ازاي. بصي كبه كده، هنقوم جايبين ادي الكرات اهو. على على النص كيلو هتحطي حزمتين. شوفي انا قطعته اهو، ولا سكينه ولا اي حاجه، شايفين؟ وهنحط كده في الكبه. كل ده هيتطحن دلوقتي وهيتفرم ويبقى حاجه بسيطه خالص. شايفين كده؟ من غير بقى سكينه ومن غير اي حاجه، سهله جدا يعني. ومعاه كمان شويه بقدونس كده. حاجات عاديه خالص اهي، سهله. ده انا كده ايه يعني بظبط معاكم الدنيا اهو. وكمان البصلايه، وهنحط فصين الثوم، كل ده هيتقلب اساسا دلوقتي. تمام. هنقوم جايبين شويه فول اهو، شايفين كده؟
هنقوم عاملين كده. كل ده هينزل لتحت دلوقتي، شايفين اهو. ثانيه واحده بقى. لقيت الكبه ما بتمشيش معاكي تحطي فيها ندعه ميه صغيره. بصوا بقى، دي اللي كانت ماسكه في المكنه هنا. شايفين ناعمه ازاي؟ شايفين؟ طبعا الفوله بقى اللي ماسكه من فوق ديت ومن على الحروف دي كده كده هتتعمل تاني. تمام؟ احنا بقى اللي اتعمل ده اهو. بصي بقى، احلى طعميه هتاكليها وهتعتمديها على طول في رمضان، وهتعجبك جدا جدا جدا. شايفه الحاجات دي عاديه خالص، واحنا كده كده بنحط لها خضره. بصي، بالنص كيلو فيل مدشوش ب20 جنيه، الكيلو ب40 جنيه، النص كيلو ب20 جنيه. وهتقولي جايبه خضره وحاجات ب5 جنيه، والبصل والحاجات دي كلها ب20 جنيه مثلا، قولي 20 و20 مثلا 40 بالتكلفه والبصل والحاجات دي كلها. شوفي هتوفري قد ايه، شوفي هتعملي كام وجبه، شوفي هتعملي كام وجبه في رمضان، شوفي هتعملي قد ايه طعميه في رمضان. طبعا احنا كمان هنفطر منها دلوقتي. شوفي الكميه اللي انت هتعمليها. الطعميه بره بجنيه صغننه كده، اللي هي ب2 جنيه الكبيره اللي هي المحشيه او اي حاجه تانية. شوفي انت هتوفري قد ايه. احسن حاجه انك تعملي كل حاجه في البيت زي ما انت عايزه. طبعا انا عملت معاكم الفول وعملت معاكم اهو الطعميه. انا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، لان انا هعملها كمان وهي مقليه معاكم. نشوف هنكملها ازاي. هخلص فرمها كلها وارجع لكم تاني. بصوا بقى، ادي الطعميه اهي. طبعا ادي الكميه اللي انا قلت عليها نص كيلو. طبعا انا هحطها كلها كده وهقلبها. يا جماعه اللي بيتشال في الفريزر ما بيتحطلوش لا ملح ولا كمون ولا اي حاجه خالص، ولا الهوا. تمام؟ انت بتقومي عاملاها كده وتقومي معبياها في اكياس وشايلاها. بصي بقى، عشان تبقى للامانه عشان تبقى للامانه الطعميه لما بتتشال في الفريزر، لما بتيجي تطلعيها بتحطي عليها يعني معلقه صغيره خالص بيكنج باودر. تمام؟ دي اهم حاجه، لازم يتحط عليها بيكنج باودر علشان تديك الهشاشان. علشان طبعا قعده التلاجة الفريزر بتكتمها، فانت يا تضربيها بالكبه تاني وتحطي عليها شويه بيكنج باودر بقى والكمون بتاعك والملح، ما بتحطلهاش اكتر من كده. عايزه تحطي شطه براحتك، عايزه تعملي اي حاجه تانيه براحتك. تمام؟ طبعا دي كده انا هوريكم بقى دلوقتي، هنسوي منها كام واحده كده اوريها لكم على الجمال والطعم والحلاوه بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعض. شويه ملح، لان دي اللي هسويها دلوقتي عشان نفطر منها. تمام؟ شويه كمون بس كده، مش هحط اكتر من كده. قلبيهم كويس قوي. تمام؟ بصي بقى، هعمل لك شويه تريكات هخليكي بصي عمرك ما هتجيبيها تاني من بره، عمرك عمرك عمرك. تعالي بقى نروح عند البوتاجاز عشان اوريك هنعمل ايه. بصوا بقى، طبعا بره يقولوا لك الطعميه اللي بالكيري والطعميه اللي بالموتزاريلا والطعميه اللي مش عارفه ايه. ادي بقى الطعميه اهي، وادي الموتزاريلا اهي، وهنقوم مقفلين عليها كده. معلش على بتاع الانابيب. تمام؟ هتقومي ايه عاملاها كده، وتقومي جايبه شويه سمسم عليها كده. تمام؟ وتقومي قايله بسم الله ومنزله كده في الفيديو. وكمان واحده هحشيها لكم كمان بسطرمه. تمام؟ انا عندي حته بسطرمه في الفريزر اهي. تمام؟ طلعتها. انا لما بيبقى عندي اكله كده مش مكفيه حاجه صغننه ولا حاجه، بقوم يا جماعه شايلها في الفريزر وبطلعها بعمل بيها اكله. تمام؟
عايزه تحطيها في السمسم حطي. بسم الله. عشان المره الاولانيه اتلسعت. عايزه بقى تعملي ساده اعملي. عايزه ساده من غير سمسم من غير اي حاجه خالص اهي اعملي اهي. تمام. يبقى احنا كده عملنا بالموتزاريلا، عملنا بالبسطرمه، عملنا ساده. واللي ما بيحبش السمسم عليها اهي من غير سمسم. كده بقى بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الطعمية من دي بتجيبيها من بره المحشيه دي ولا 10 جنيه. اقسم بالله ما هتكلفك حاجه. ده انت هتدلعيهم في رمضان، ده انت هتخليهم مزقططين كده في رمضان. دي لسه حطاها ودي لسه حطاها. كده بقى خلاص نقول بسم الله. بصوا الطعميه عامله ازاي، تحفه التحفه سواء ورا ولا قدام زي بعض احلى من بعض. تمام. طبعا ابني رخم شويه عايزها فيها نص سوا، فانا مخليه له اللي هي بالموزاريلا دي نص سوا. تشويحه من هنا كمان وخلاص. شايفين يا خرابي على الجمال، يا خرابي على الريحه اللي قلبت الدنيا، اقسم بالله ولا اللي كانها يعني مش قادره اقول لكم. والله العظيم كانك بتحمري كفته.